من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل تجربة بتمر علينا مش صدفة، دي رسالة للروح. أنا دينا عامر، ودي رسالة جديدة من رسائل الروح. احنا طول الوقت متعودين ان الحل في الكلام، لكن الحقيقة ان في لحظات الصمت فيها بيكون أكبر وأبلغ من أي كلمة. الصمت هنا مش هروب، الصمت أحيانا قوة بتخليك تعرف تسمع قلبك وتسمع رسائل الحياة اللي بتوصلك من غير ما تنطق. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتسبيح هنا عبادة هادية بينك وبين ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني مش كل موقف محتاج رد منك، ومش كل كلمة تستاهل إنك تجاوب عليها. علم النفس بيقول إن الصمت الواعي بيهدي أعصابك وبيقلل من توترك وبيخلي عقلك يستوعب الأمور بشكل أعمق. الفلاسفة كمان كانوا شايفين إن الصمت باب للحكمة، بالظبط زي ما قال أفلاطون: الصمت هو حوار الروح مع نفسها. في حياتنا في مواقف الصمت فيها مش ضعف، الصمت بيكبرك. يعني لما حد يستفزك ويستناك تغلط، سكوتك هنا هيحافظ على مكانتك. لما النقاش يوصل لطريق مسدود، ردك مش هيغير حاجة، بس صمتك هيحافظ على هدوءك. لما الكلمة ممكن تجرح أو تهد علاقة، يبقى الصمت هنا حكمة. حتى في لحظات الخيانة أو الظلم، صمتك ساعات بيكون رسالة أقوى من أي اتهام. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان بيمر بمواقف قاسية، والرد فيها كان ممكن يشعل الغضب، لكنه وقتها اختار الصمت. صمت مش استسلام، صمت يعلمك معنى الصبر والثبات. يمكن دلوقتي انت في موقف محتاج تختار تتكلم ولا تسكت. افتكر ان الصمت ساعات بيحميك من كلمة ممكن تندم عليها العمر كله، وساعات بيعلي من قدرك قدام نفسك قبل ما يكون قدام غيرك. ولما تختار تسكت، بتثبت لنفسك انك اكبر من الموقف.